بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهارده بناخد أول درس من دروس الجغرافيا مع بعض. معاكم مستر عماد حمدي خليل. أتمنى يا رب إن احنا نقضي مع بعض وقت ظريف جدا ونستمتع بكل كلمة، لأن فعلا الجغرافيا بتاعتنا السنة دي ممتعة جدا. هنتكلم عن الوطن العربي وعن حدوده وعن البحار والمحيطات وعن المناخ بتاعه وعن التضاريس في الترم الأولاني. في الترم الثاني هنتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة، وعن ازاي ان احنا نكمل بعض، اللي عنده عمال يدي للي عنده فلوس، واللي عنده فلوس يدي للي عنده عمال، وهكذا. الدرس الاولاني بنقول اسمه وطننا العربي مكان واحد وطبيعة متنوعة. طبعا احنا عارفين ان الوطن العربي من المحيط للخليج، لكن الطبيعة بتاعته متنوعة، يعني في اماكن معتدلة الحرارة، في اماكن باردة، في اماكن فيها سهول، في اماكن فيها هضاب، وهكذا. الدرس الاولاني بنتكلم فيه عن الموقع والمساحة. يبقى احنا الدرس بتاع النهارده بنتكلم فيه عن الموقع والمساحة. بيقول لك: نعيش على ارض وطننا الحبيب مصر، ولكن هناك وطن اكبر. الوطن الاكبر ده هو ايه؟ اللي هو الوطن العربي، الذي يضم كثيرا من الدول العربية، ويجمعه مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك. هنا بقى ممكن يجي لك سؤال. ايه السؤال اللي ممكن يجي؟ ممكن يجي هنا سؤال ويقول لك: ايه العناصر المشتركة بين سكان الوطن العربي؟ نقول له العناصر المشتركة ان فيه مكان واحد، وان فيه لغة واحدة، وان فيه تاريخ مشترك. يبقى انا ممكن يجي لي سؤال في اول سطر في الدرس، عشان كده لازم اخد بالي من كل كلمة. لولا ما هي مهمة ما كانش جابها لي. الخريطة ديت بتتكلم عن الوطن العربي. قال لك احنا طبعا عارفين ان هنا امريكا الشمالية وهنا امريكا الجنوبية وهنا اسيا وجنبها اوروبا وهنا استراليا. بناخد بقى من اسيا الحتة دهيت اللي هي اسمها شبه الجزيرة العربية، وبناخد من افريقيا الحتة ديت اللي هي شمال افريقيا. يبقى الوطن العربي فيه جزء في افريقيا وفيه جزء فين؟ في شبه الجزيرة العربية اللي هي في اسيا. يبقى الوطن العربي في كام قارة؟ في قارتين. طيب، ممكن يجي سؤال يقول لك: يحيط بالوطن العربي كام قارة؟ نقول له 3 قارات. يبقى لو جه وقال لي الوطن العربي بيقع بين كام قارة، اقول له بيقع بين 3 قارات، بين اوروبا واسيا وافريقيا. طب يحيط بالوطن العربي كام قارة؟ برضه 3 قارات، افريقيا واسيا واوروبا. لكن لو الوطن العربي بيقع فين او موجود فين، اقول له موجود في افريقيا وجزء تاني موجود في اسيا. يبقى هو بيقع بين قارات العالم القديم، لان زي ما احنا عارفين احنا قعدنا فتره لحد فتره قريبه جدا ما نعرفش غير اوروبا واسيا وافريقيا، ومن فتره قريبه اكتشفنا استراليا واكتشفنا امريكا الشماليه وامريكا ايه الجنوبيه. فسمينا امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه وانتاركتيكا واستراليا دولت قارات العالم الجديد. انما دولت اللي هي اسيا واوروبا وافريقيا سميناهم قارات العالم ايه القديم. لما هنبص على الخريطه دهيت هنلاقي باين فيها الوطن العربي من عند موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان. دولت فين؟ في افريقيا. في عندي بقى دولة جديدة يمكن أول مرة أسمع عنها اسمها جيبوتي. وفي عندي هنا دولة اسمها الصومال. يبقى أنا عندي الصومال دي دولة عربية، جيبوتي دولة عربية، السودان ومصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا أعتقد إن معظمنا عارفينها. طيب، عندي بقى القسم اللي فين؟ اللي في آسيا. القسم اللي في آسيا فيه اليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، وطبعا عندنا السعودية. خلاص. هنا بقى بيجي سؤال يقول لك: يفصل بين الجناح الآسيوي اللي هو دهوت والجناح الإفريقي اللي هو دهوت بحر إيه؟ ها؟ طبعا كلنا عرفنا إن هو البحر الأحمر. يبقى البحر الأحمر بيفصل بين الجناح الآسيوي والجناح الإفريقي. طيب، لما أجي أقول لك حدود الوطن العربي الجغرافية، هم؟ عايزين الوقت نعرف حدود الوطن العربي الجغرافية. قال لك: من الشمال في البحر المتوسط وفي جبال طورس. ولاحظ إن الشمال في طه، هتلاقي طه في طورس، والمتوسط في البحر المتوسط في طه. هنا الطه أول حرف وهنا الطه آخر حرف. طيب، لو جينا وقلنا شمال الجناح الآسيوي، الجناح الآسيوي بس شماله إيه؟ نقول جبال طورس. طب لو قلنا الجناح الإفريقي شماله بس إيه؟ البحر المتوسط. طب لو قلت شمال الوطن العربي ككل، يبقى جبال طورس والبحر المتوسط.
طيب بالنسبة للغرب، قال لك بالنسبة للغرب المحيط الأطلنطي. هيجي لك في الامتحان يحط لك ان هو واحد، ويقوم قايل لك واحد ده هو ايه؟ تقوم قايل له واحد ده المحيط الأطلنطي. طيب بالنسبة للشرق، قال لك بالنسبة للشرق عندنا المحيط الهندي. عندنا المحيط ايه؟ الهندي. وعندنا خليج عمان، وعندنا الخليج العربي. يبقى عندي هنا قوس خلجان، خليج عمان والخليج العربي، وعندي المحيط الهندي. طيب ممكن يجي هنا سؤال ويقول لك الوطن العربي فيه كام خليج؟ ها، بص كده معايا. احنا قلنا خليج عمان والخليج العربي، وعندي نوت خليج عدن. خليج ايه؟ عدن. يبقى الوطن العربي فيه 3 خليجات. تمام كده؟ طيب الوطن العربي فيه البحر العربي، وفيه البحر الأحمر، وفيه البحر المتوسط. يبقى فيه كم بحر؟ 3 بحار. يبقى الوطن العربي فيه البحر المتوسط، البحر الأحمر، البحر العربي. طيب الوطن العربي فيه كم محيط؟ فيه المحيط الأطلنطي، وفيه المحيط الهندي. طيب احنا اتكلمنا عن شمال الوطن العربي، وعن شرق الوطن العربي، وعن غرب الوطن العربي. نيجي للجنوب. قالك الجنوب كلنا شايفين ايه؟ صحراء الكبرى. يبقى الصحراء الكبرى في الجنوب. طب بس الصحراء الكبرى ديت جنوب الحته اللي في افريقيا. الحته اللي في اسيا بقى، الحته اللي في اسيا جنوبها ايه؟ البحر العربي. يبقى انا عندي الحته اللي في اسيا جنوبها البحر العربي. واخد بالك؟ ممكن يجي هنا سؤال ويقول لي من الشمال الشرقي. اقول له من الشمال الشرقي في عندي جبال زاجروس وكردستان. يبقى لو سألني وقال لي الشمال الشرقي فيه جبال ايه؟ اقول له جبال زاجروس وكردستان. الشمال طورس والبحر المتوسط، الغرب المحيط الأطلنطي، الشرق الخليج العربي وخليج عمان، الجنوب المحيط الهندي، والصحراء الكبرى. اظن مفيش اسهل من كده. هنا بقى ممكن يجي يقول لي عرف حدود الوطن العربي او موقع الوطن العربي فلكيا. انا دلوقتي كل اللي بتكلم فيه ده اسمه جغرافيا. بالنسبه للجبال وبالنسبه للبحار والمحيطات والخلجان ده اسمه موقع جغرافي. طب الموقع الفلكي بقى، قال لك الموقع الفلكي اللي هو بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. الحته دهيت فيها خط جرينتش اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت اللي هو خط صفر. يبقى خط جرينتش في المكان دهوت هنعد من اهوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد 17. يبقى انا عندي 17 خط غرب خط جرينتش. يبقى بعد غرب جرينتش 17 خط. طب الناحيه دي لا هعد كتير 10 20 30 40 50 لحد الحته دهيت يبقى 60. يبقى انا عندي 60 خط شرق جرينتش و17 غرب جرينتش. 60 ناحية الشرق و17 ناحية الغرب. يبقى 17 و60 يبقى 77. يبقى أنا عندي 17 و60 يبقى 77. يبقى ممكن يجي يقول لي الوطن العربي في كم خط طول؟ أقول له في 77 خط طول. إزاي؟ أقول له في 60 ناحية الشرق وفي 17 ناحية الغرب. طب شرق إيه وغرب إيه؟ شرق جرينتش اللي هو هنا اهوت، وغرب جرينتش. نيجي بقى لايه؟ ل اللهم صل على النبي، خط الاستواء. خط الاستواء لو تلاحظوا تلاقيه في جنوب الوطن العربي. جنوب الوطن العربي في خط الاستواء. شايفين الحته الصغيره دهيت؟ ده اهي اللي هي ما تجيش حاجه خالص. هي ديت الحته الوحيده اللي جنوب خط الاستواء. طب احنا عارفين ان خط الاستواء صفر. يبقى انا عندي اعد تحته 1 2. يبقى 2 جنوبا. 2 جنوب ايه؟ خط الاستواء. يبقى الوطن العربي بيقع بين 2 جنوبا. الحته دي بس هي الوحيده اللي جنوب خط الاستواء. وعد من فوق 10 20 30 31 36 37 ونص. يبقى اعد لحد ايه؟ 37 ونص. يبقى الوطن العربي بيقع بين دائرتي عرض. وخلي بالك انا بقول دوائر عرض، ولما باجي عند الطول بقول خط طول.
بيقع بين 37.5 شمالا، يعني شمال خط ايه الاستواء، و2 جنوبا، يعني 37.5 و2 يبقى 39.5. طب لو جه في الامتحان وقال لي 40 تقريبا، اقول له صح، ما دام قال تقريبا يبقى 40 تتحسب صح. طيب الوطن العربي زي ما احنا شايفين قلنا ان هو 22 دولة، اللي واضح قدامي كام دولة؟ 21. في دولة لسه مستخبية، قال لك ده في دولة تحت خالص عند دايرة عرض 12. احنا قلنا اخرنا هنا 2، يبقى نعد بقى 3 4 7 8 10 11 12. الدولة ديت اسمها جزر القمر، هوريها لك ثواني. لما هتبص هنا اهوت هتلاقي جزر القمر. جزر القمر ديت عند جزيرة مدغشقر، الحتة دي يا ولاد اسمها جزيرة مدغشقر، وده اهو اسمه مضيق موزمبيق، الحتة ديت اسمها مضيق موزمبيق. خلاص، يبقى انا عندي جزر القمر بتقع عند جزيرة مدغشقر او عند مضيق موزمبيق. طبعا جزر القمر هي الدولة الوحيدة اللي بتبقى منعزلة عن الكتلة ايه العربية، لكن فيما عدا ذلك كل الدول العربية متلاحمة مع بعضها. طيب لو احنا بصينا كده نقول المساحة اللي في افريقيا اكبر ولا المساحة اللي في اسيا؟ ها، طبعا واضح جدا ان المساحة اللي في اسيا تقريبا الربع، والمساحة اللي في افريقيا تقريبا التلات ارباع. يبقى انا عندي هنا اهوت 72%، 72% من مساحة مين؟ الوطن العربي في افريقيا، و28% في اسيا. يبقى مساحة الوطن العربي 28% في اسيا، 72% في افريقيا. طيب لما نيجي نشوف بقى الدول، العقل بيقول ان المفروض يبقى هنا بقى دول كتير، قال لك لا، ال 72% دولت فيهم 10 دول بس. طيب ال 28 فيهم 12 دولة. مش غريبة شوية؟ لا مش غريبة ولا حاجة، اقول لك ليه. اذا عرف السبب بطل العجب. الدول اللي هي في الجناح الاسيوي دول صغيرة جدا، زي ما انت شايف مفيش اصلا حتة نكتب فيها اسم الدولة، يعني الدول حجمها صغير جدا. تعالى كده بص على مصر، على ليبيا، على الجزائر، على المغرب، تلاقيها دول حجمها كبير. فبالتالي الوطن العربي في افريقيا الدول بتاعته حجمها كبير، في اسيا الدول حجمها صغير ما عدا دولة السعودية اللي هي المملكة السعودية. ما ننساش ان السودان ديت نصها بس هو اللي تبعنا، والنص التاني انقسم، يعني السودان اتقسمت بقت نصين، شمال السودان او السودان وجنوب السودان. جنوب السودان لا ينضم للدول العربية، ما بيدخلش في الدول العربية. يبقى ممكن يجي لي هنا سؤال ويقول لي مساحة الوطن العربي قد ايه؟ اقول له مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلومتر بتتوزع بين اسيا وافريقيا، وقلنا ان في 12 دولة في الجناح الاسيوي وفي 10 دول في الجناح ايه الافريقي. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده. اي حد عنده سؤال او استفسار يا ريت تسيبه لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل. لو انت في اي حاجه مش فاهمها سيبها لي وانا اشرحها لك مره واثنين وثلاثه من عينيا الاثنين، واتمنى يا رب تكونوا اتبسطتم. هستناكم على صفحه مستر عماد حمدي خليل وهستنى تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.